مساء الخير يا توانسة، وخاصة اليوم جينا مع تقييدات نسائية باش نقول للمرأة التونسية في العيد العالمي للمرأة 8 مارس. كل عام وانت بخير يا حرة تونس، يا حداثية، يا برقيبية، يا التي تؤمن بالدولة المستقلة، النموذج البرقيبي. احنا اليوم السلطة بعثت لنا هدية، الهدية اللي بعثتها لنا هي بطاقة إيداع في حق الشابة مريم ساسي. شدوا عندكم يا توانسة يا تونسيين، اليوم عندنا زوج سجينات سياسيات من الحزب الدستوري الحر، الزعيمة عبير موسي زعيمة المعارضة، أستاذة محامية، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الحزب اللي عنده 200 سنة، الحزب اللي حرر البلاد، تقبع في السجن بدون جريمة. وزادت كيف مريم ساسي الشابة المناضلة القيادية اللي آمنت بأفكارنا وآمنت بالحزب اللي حرر البلاد، تقبع معها في السجن. هنيئا لك يا مريم، فأينما تكون عبير فنحن معها. وعبير ما هيش إنسان وما هي فكرة، وأنت اليوم بحذاها، وهذا لا يخجلنا في شيء، هذا وسام شرفتنا لك وعبرك قد نالنا. احنا اليوم في العيد الوطني، في العيد العالمي للمرأة، تونس اللي عندها زوز عيد، ما عندهاش عيد واحد. تونس عندها نهار 8 مارس وعندها نهار 13 اوت، على خاطر احنا برقيبة، والفكر البرقيبي اللي حرر المرأة اختار انه يهدينا مجال الاحوال الشخصية، واخترنا احنا انها تكون عيدنا واننا نحتفلوا بها، وان في كل عيد مش تسجن النساء ويخرس صوتهن. كنا في كل عيد مرأة تونسية نهار 13 اوت كنا نحققوا مكاسب، وكان تجينا مكاسب للمرأة التونسية تزداد ليها، ولحد الآن المرأة التونسية عايشة في ظل المكاسب هذه. اللي نحب نقوله اليوم إنه الرسالة هذه واضحة، مادام نبعثوها لنا نهار 8 مارس، يحبوا يقولوا راهو كل امرأة قيادية شابة أو امرأة تبع بموسي مصيرها السجن. وكيما قضية مريم ساسي كما قال الأخوة اللي نحييهم في هيئة الدفاع، ولدت من رحم القضية الأم اللي هي قضية مكتب الضبط، اللي مشيت فيها الأستاذة عبير موسي باسمنا وباسم الحزب باش تقدم تعمل بطاقة إيداع باش تاخذ ديشارج مكتب الضبط المتعارف عليه وعادي، لقات روحها وراء القبان وتتعاطل عليها القضايا. القضية هذه زاد مرتبطة بها، ومريم هي بنت عبير موسي في السن، في التجربة، في النضال، وفي الثبات، وفي الشراسة، وفي القوة. ما نسيش شكون، ما نسيش شابة، ما قلت جيتوا باش للشغل عاطلة عن العمل، كيما وقت اللي جيتوا ما شاء الله البطالة كثروا، اختارت انها لا تكون في طيارة وتسافر، ولا تكون في البحر، ولا تكون مجاهدة نكاح، اختارت انها لهنا تناضل في بلادها، خاطر عرفت النضال النسوي في تونس ينجم يجيب اكله، وعرفت انها في الحزب الدستوري الحر، حزب الاجداد اللي فيه الرجل البرقيبي والمراه البرقيبيه، مؤمنين ان الاسره هي عماد المجتمع، ومؤمنين انه النظام اللي نجم نعيشوا فيه هو نظام تاع شراكه، هو نظام حداثي، هو نظام برقيبي، هو نظام مستقر، هو نظام فيه السياده الوطنيه وفيه النخوه. امنت بهذايا فكان مصيرها اليوم السجن. الرساله الثانيه بالطبيعه اللي حبوا يقولوها لنا، اوكا اللي اخترتوها في حزبكم باش تكون هي مترشحه عن الحزب للرئاسيه، اوكي تقبع في السجن، سجنها شرفا لها وشرفا لنا، وهذا لن يخيفنا. فنحن متشبثات كما متشبث الحزب الدستوري بترشيح الاستاذه عبير موسي للانتخابات الرئاسيه 2024. مش كان تزولنا كل الحبس، كان تزول الحبس الحزب الكل، الحبس لا يخيفنا. احنا برقيبه راهو مشى المنافي باش حرر البلاد وحررها من المستعمر. احنا اليوم قاعدين نخوضوا في حرب ضد عقل مدبر ظلامي انتصرنا عليه في البرلمان والحمد لله، الا انه ما زال مستمر في استهدافه للدوله. خاطر احنا العنف المفروض المراه المعنفه هي اللي تلقى حقها، مش المراه المعنفه نزيدوا نعنفوها وفي العيد الوطني العيد العالمي للمراه نلقاها مازالت في السجن. راهو العنف بدا ضد عبير موسي في البرلمان، وقعت مأسسته مع برلمان الأخوان،
وخاصة نهار 30 جوان، نهار اللي حاولوا يمروا بالقوة اتفاقية قطر. ايش صار توا؟ اتفاقية قطر رجعت. نهار اللي عملوا بطاقة إيداع في عبير موسي، من بعد ذاك الاحتجاز، ومن بعد ذاك عملية الخطف، ومن بعد ذاك العنف اللي تمارس عليها مش في البرلمان، تمارس عليها في الحرم نتاع القصر نتاع السيادة، القصر اللي بناه بورقيبة، القصر اللي احنا مستعدين ندافعوا عليه ونعتبروه رمز للسيادة ورمز لتونس. وقعت عنيفها غادي، وقع احتجازها واختطافها واغتيالها. نهار هيك واحنا من الناصرين نتاعها واقفين في المحكمة نهار 5 أكتوبر اللي باش نرسموه بعلامة فارقة، وقع إيداعها وإصدار بطاقة إيداع في حقها نهار 5 أكتوبر، وفي نفس الوقت وقع فض اعتصام القرضاوي اللي هو عدو المرأة، القرضاوي اللي أفتى الإرهاب وأفتى بقتل القذافي واللي نهت الأمن بالطاغوت. وقع فض اعتصام السلمي اللي استمر الأشهر طويلة زهاء السنتين، والاعتصام الثاني هيك بطريقة فضة، طريقة قوية، وانهم لقاو انه عبير الانصار قدام المحكمة وقع فض. ايش معناتها هذا؟ يعني انه السلطة تنتصر للفكر الظلامي وتزجن وريثة الارث البورقيبي عبير موسي. اش نلقاو زاد اخر؟ نلقاو انه حزب التحرير ما شاء الله ولا يرتع والراية السوداء عالية. ونهار اللي مشينا وقفنا قدام حزب التحرير كيف اللي صار انه قاع قمعنا وقاع ممارسة العنف. هذه الدولة راعية للعنف ضد النساء، هذا واضح. والمرأة الدستورية وفي الحزب الدستوري عانينا منه. نحن ضحايا عنف سياسي ممارس علينا وممارس في رمزنا اللي هي عبير موسي، واختنا اللي نالها شرف الالتحاق بها الاخت المناضله الشجاعه مريم ساسي، اللي حتى قدام القرضاوي وقع تعنيفها. وهذا موثق وهذا موجود، وراهو التاريخ يتقرا ويجي وقت معناتها نجدوا الامور الكل ونشوفوها براويه ونشوفوها كيفاش تقرا. احنا اللي نقولوه راهو الفكر الظلامي لن ينتصر في تونس، هذا معناتها تكونوا واثقين منه. اخذت البلاد اللي اعطت صوتها مليون امراه كان صوت فارغ وتخانت، لكنها صنعت الفارق واعطت بالسلطه وقتها برلمان ورئاسه كانوا ينجموا يغيروا وجه تونس. هكوما غدروا بالمراه التونسيه، وحتى النائبات هكوما انا تو نراكم تسمعوا صوت قولوا لي، كان تراو نخبه قاعده تتكلم نسويه قولوا لي، ما فماش. كانوا ناكرات للجميع نتاع بورقيبه اللي كان هو مكانهم من الحضور في القضاء السياسي. عكس كتله الحزب الدستوري الحر نساء ورجالا وبقياده الاستاذه عبير موسي كان صوتنا عالي، واستطعنا ان ننجح اينما فشل الاخرون. نعرفوها انه بلد النساء، ونعرفوا المراه التونسيه تخمم، ونعرفوا الرجل التونسي في شراكته مع المراه التونسيه وفي حداثيته راهو ما يجيش فكر ظلامي باش ينتصر عليه. وكان في بالكم انه ما فشل فيه الغنوشي ومن معه ستنجحون فيه، راكم غالطين. نحن سنقود حملة الأستاذة عبير موسي نساء وشبابا، حتى لو كانت تبدا مش في السجن، حتى لو كانت تبدا هي ومريم ساسي والتحقنا بها، ذلك لا يخيفنا، ذلك لا يخيفنا. الأوطان والسيادة والحقوق راهي تبدا. وكانكم دسترتوا معناتها الشريعه في الفصل الخامس من الدستور، احنا راهو في دستورنا مشروع دستورنا، وحتى وقت دخلنا للمجلس نطالب بدستره مجله الحقوق الشخصيه، وهذا مطلب راهو لن نتنازل عنه. احنا عندنا حقنا في بلادنا، ملاكه الحزب هذا يحرر البلاد، ملاكه ما حناش كرايه. والمراه التونسيه آن الوقت لترد الجميع للزعيم، الزعيم اللي لم يعلن الحداد على امراه الحداد بل صفى للحداد واعلن المراه واعطاها حقوقها وعاملها بمسؤوليه. دونك لو كان ثم رئيسه امراه ستكون من رحم هذا الشعب وستكون من رحم هذا الوطن، لان هذا الوطن به خالدات نساء صنعنا التاريخ، ساهمنا في الحضاره نتاعو، ساهموا في حركه التحرير من الكاهنه بشير امران، الشريف المسعدي في الحركه النقابيه، وتوا عبير موسي ما شاء الله ساهمت كمحاميه، ساهمت كرئيسه حزب، ساهمت كامرأة تونسية حرة من حراير تونس،
حرة من نحراير تونس، وبالعكس راهو قد ما سجنتوها، قد ما صوتها على، وقد ما حبيتوا لك التنوير اللي هي تعمل فيه سكتوه، قد ما توك علينا عباد تستمع فيه. لا عندكم لا شغل، لا عندكم حرية، لا عندكم كرامة. الكرامة الذي الإنسان اللي ما عندوش الحق يتكلم، والسيف نتاع المرسوم 54 مسلط على رقبته، الإنسان اللي ولا يمشي معناتها ما يعرفش يندرى عنده ضمانات من المؤسسة الكبيرة، خاطر كنا نتعاركوا، كنا ديما نقولوا راهو الفيصل هو القضاء. احنا نحب يكونوا عندنا قضاء مستقل نلجا له انا وغيري وغيري وغيري، ما احناش خايفين. نحن كان عبد الموسي كانت تريد تضليل الشعب التونسي، راه صوتها ما كانش عالي في البرلمان، وراهي ما عملتش التنوير الذي ينور العقول، قادم على معركه تحرير جديده وسنقودها وسننتصر. نتمسكوا مره اخرى بمرشحتنا عبير موسي كمرشحتنا النسائيه، وستصنع الفارق، وستكون تونس مره اخرى هي بلد النساء. تحيه وقبله على جبين مريم سيسي. مريم انت في المكان الذي تستحقينه، ليس السجن، انت تستحقين الحريه، لكن تستحقين ان تتوجين نضالاتك وان تكوني جنب الى جنب مع اختنا وزعيمتنا وقائدتنا عبير موسي. لهذا نقول احنا نساء الحزب الدستوري الحر غدا لا نستطيع ان نحتفل، ولا يمكن ان نحتفل. ديجا احنا عرفنا انه الاحتفالات احنا في كل حتى 13 اوت نحتفل بالحزب، لكن ديما في حركات احتجاجيه. نحن في غاضبات ومحتجات، وغدا سيكون يوم احتجاجي رمزي لقياده الحزب الدستوري الحر، احتجاجات على سجن زعيمتنا عبير موسي اللي هي في حد ذاتها تمثل النموذج نتاع الدوله البرجيبيه كلها، باستقلاليتها، بسيادتها، بعزه المراه فيها، بمستقبلها، ببرامجها، بوضوح الرؤيه فيها، بصدقها، بشفافيتها. هذا كل تمثله هي، وهذا كل احنا ملتفين حوله. وعبير اللي حبت البلاد باش تحبها البلاد وباش تعطيها صوتها ان شاء الله. ونحن سنحتج على انها تكون في اليوم العالمي للمرأة وراء القضبان هي والأخت مريم سيسي، وسنجدد معها العهد. نحن أدينا القسم أن لا نخون الوطن، ومع الحزب الدستوري الحر ستستمر المسيرة، ومع عبير موسي مرشحتنا للرئاسية وأختنا مريم سيسي نحن سنواصل. هما الداخل احنا البرا، واللي يلتحق منا ما عندنا حتى مشكل. الزعماء هذاك هو مسيرة وثم ثمن، ونحن مستعدات لدفع أي ثمن. وستخرج عبير وستنتصر وستكون حرة، ونحن من سيدافع عن الحريات، ونحن من سيستمع إلى الشباب والشابات، ومن سينتصر إلى المرأة وإلى عموم الشعب التونسي اللي نهار كل واحنا معاه ملتفين به. وللحديث بقية والنصوءات. الوقفة ستكون غدا إن شاء الله 8 مارس احتجاجا منا، لا احتفالا ممكن، نجم نحتفلوا وهديتهم مردودة عليهم. والسجن لا يخيفنا ولا يرهبنا ولا يرهب مريم سيسي ولا يرهب عبير موسي ولا يرهب نساء ورجال وشباب وشابات الحزب الدستوري الحر وأنصاره.